يا جماعة أنا متعود إن كل يوم وأنا ماشي على الشغل بروح أفطر عند عم حامد بتاع الطعمية والفول. بس أنا حصل معايا موقف مش قادر أنساه. تعال أحكي لك الموقف بسرعة. النهاردة الصبح كنت رايح الشغل وأنا ماشي دخلت أفطر عند عم حامد. أول ما دخلت لقيت عم حامد ماسك ابنه وعمال يضرب فيهم. كسر الولد من الضرب. عيب اسمي سيدنا محمد يعدي عليك ما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في الكومنتات. وانا علشان واخد على عم حامد وعلى طول باكل عنده ودخلت عملت لي ساندوتش طعمية. مديت ايدي في جردل المخلل اللي عم حامد مخبيه ورا الباب وخدت شوية مخلل. حطيت المخلل في الساندوتش وقعدت اكل واشرب مية خلل. وبعد ما خلصت اكل وانا قاعد كده سألت الراجل اللي شغال مع عم حامد وقلت له هو عم حامد بيضرب ابنه الضرب ده كله ليه؟ رد عليا وقال لي علشان الواد العبيط راح عمل حمام في جردل المخلل وانا قلت له يا نهار ابيض. طب روح شيله من بره بسرعة قبل ما حد يجي ياخد منه. فقالي لأ ما تقلقش يا عم، أنا شلت الجردل اللي بره وحطيته ورا الباب اللي جوه. وأنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه.